نبدأ من تونس، حيث أفاد موفدنا إلى هناك أن قوات الأمن التونسية اعتدت بالضرب على فريق روسيا اليوم في العاصمة تونس ومنعتهم من التصوير، وقامت بتحطيم كاميرات التصوير الخاصة بالقناة. كانت اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين تجددت واستخدمت خلالها القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. للمزيد انضم إلينا من تونس موفدنا أشرف الصباغ. أشرف، أهلا بك. هلا تطلعنا عن الذي حدث معكم بالضبط؟ القوات الأمن التونسية اعتدت على فريق روسيا اليوم. نعم محمد، في الحقيقة كنا بدأنا لتونا الجلوس في الشارع بعد أن أجرينا اتصالا مباشرا بالقناة، وفوجئنا بمواطن تونسي يأتي وهو يتعثر في طريقه ويغطي عينيه، وشعرنا على الفور برائحة الدخان المميز للقنابل المسيلة للدموع، وبسرعة توجهنا ناحية المجموعة من قوات الأمن ترتدي الزي الأسود. وجهنا نحوه وفوجئنا من الناحية الأخرى بالمتظاهرين، وبدأ بالفعل إطلاق القنابل المسيلة للدموع في اتجاه المتظاهرين، وبدأنا نحن التصوير في هذه اللحظات. في البداية لم يقم أحد بمنعنا، ولكن في الحقيقة تبادل المصوران الكاميرات بسبب صعوبة الرؤية وصعوبة النظر في الكاميرا بسبب الغازات المسيلة للدموع. وعموما محمد، قمنا بالتصوير وسنوافيكم بهذه الصور في أقرب وقت ممكن، وستكون عندكم على رأس الساعة عموما. وفي الحقيقة عندما بدأت أتحدث أمام الكاميرا هجم علينا عدد من رجال الأمن الذين يرتدون الزي المدني، ساعدتهم القوات في زيهم الرسمية، وقاموا بالاعتداء على المصورين. وعندما انهيت حديثي او قبل ان انهيه توجهوا الي وقاموا بالاعتداء ايضا علي، وتمكنا من الركض امامهم، ولكنهم لحقونا حتى باب احد الفنادق في شارع الحبيب بورقيبة. طب ماذا بالنسبة للوضع الصحي؟ قلت انه تم الاعتداء جسديا عليكم. نعم محمد، تم الاعتداء على المصور والمصور الآخر وعلي تحديدا، ولكن لم تكن هناك لأننا تمكنا من الركض ولحقونا، وتعثرنا في الطريق أكثر من مرة ولحقونا حتى باب أحد الفنادق في شارع بورقيبة، ولكن لم تحدث إصابات. حدثت إصابات للكاميرا الصغيرة الدي في، حصلت لها بعض الإصابات، ونحن الآن في مكان آمن وسوف نوافيكم بالصور في أقرب فرصة. محمد، إذن أشرف، كانت أعلنت حالة من الهدوء في الشارع التونسي. الآن الاشتباكات تتجدد مرة أخرى، ما هي التوقعات؟ هل من المتوقع أن تزداد حدة هذه الاحتجاجات في تونس؟ يبدو أن هذه هي الخدعة محمد، لأنه تم تحذيرنا منذ الصباح ومنذ مساء الأمس بأن هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، ولكننا لهدوء الأحوال وبعد أن أعلن الوزير الأول التشكيلة الوزارية حدث هدوء بالفعل في الشارع طوال النهار إلى تلك اللحظات منذ حوالي 40 دقيقة فقط. ولكن فوجئنا بهذا الكم الهائل من المتظاهرين والكم الهائل من رجال الأمن الذين تعاملوا معهم بقسوة شديدة وأطلقوا عليهم القنابل المسيلة للدموع، بل ومنعوا بعض الصحفيين من التصوير ومن الاقتراب من موقع الاشتباك. إذن أشرف الصباغ موفدنا إلى تونس، سنتابع معك بكل تأكيد تطورات الوضع هناك. شكرا جزيلا لك.